قضية خيانة أمانة. في قضايا خيانة الأمانة مش كل تأخير في التسليم بيعتبر جريمة. خيانة الأمانة معناها إنك بتستلم حاجة مش ملكك بهدف إنك تسلمها أو تحافظ عليها وبعدين تتصرف فيها لنفسك، لكن مش أي تأخير أو تأجيل في التسليم بيتحول تلقائيا لجريمة. القانون هنا بيفرق بين التأخير بسبب ظروف خارجة عن إرادتك وبين إنكار الاستلام أو التصرف في الحاجة لنفسك. يعني لو استلمت مبلغ أو شحنة عشان تسلمها وحصل ظرف صحي عندك أو تأخير في التواصل من الطرف الثاني أو حتى حصل خلاف في الحسابات، فده كله لا يعتبر جريمة. الدفاع هنا بيشتغل على وجود رسائل أو مكالمات يثبت وجود تواصل مستمر، إثبات إن التأخير كان بعلم الطرف الآخر أو بموافقته، أو إنك عرضت إنك ترجع الحاجة وهو رفض. كمان عندنا فرق بين العقد المدني والجنائي. لو العلاقة بينكم فيها تعامل مستمر أو مفيش ورقة واضحة تثبت شروط التسليم، القضية ممكن تتحول لخلاف مدني. يعني مش كل تأخير بيبقى خيانة، والمحكمة دايما بتدور على إنك كنت تقصد الضرر أو حصل سوء تفاهم.